اول ما بتاع الدليفري بيوصل، البنت بتاكل من الاكل بطريقه غريبه جدا، وبتاع الدليفري بيستغرب لما بيشوف انها جعانه قوي كده، وبتتخض لما بتسمع صوت جوزها المفتري جاي، واول ما بيجي بيتعصب عشان طلبت اكل عشان هو مخليها تعمل ريجيم غصب عنها، وبيديله حساب الاكل وبيقفل في وشه، وبينزل بقى ضرب في مراته، وبتاع الدليفري بيسمع انها بتتضرب وبيزعق ويقول له افتح يا مفتري، واول ما بيفتح بيقول انا بتصل بالبوليس، وبيدخل على البيت وبيلاقي البنت على الارض، وبيقول لها انت كويسه، وبتقول له امشي دلوقتي عشان ما تتاذيش، وفجاه جوزها بيضربه على راسه لحد ما الولد بيغمى عليه، وبعد شويه لما بيصحى بيلاقي ان هو متكتف وقاعد على كرسي، وفي ظابط موجود وبيسال ايه اللي حصل، وبيقول له ده حاول يتهجم عليا انا ومراتي، وبيقول له ده كذاب، ده حارم مراته من الاكل وضربها عشان طلبت اكل، ولما دخلت عشان انقذها ضربني، وبيزعق له وبيقول له لو دخلت في اللي مالكش فيه تاني هحبسك ومش هخرجك تاني، والظابط بيخرجه بره وبيقول له انا هفوك كلبشات ومالكش دعوه بيه تاني عشان ده مؤذي. بعد كده بيفضل واقف بره ومستنيه لحد ما بيخرج، واول ما بيمشي بيروح للبنت عشان يهربها، وبتقول له انت لسه هنا، وبتقول له امشي دلوقتي، وبيقول انا عايز اعرف حاجه، انت ايه اللي جابك على العيشه دي، وبتقول له انا خايف عليك امشي دلوقتي، وبتقفل الباب. وتاني يوم وهو بوصل اوردر تاني بيلاقي ام البنت ماسكه صورتها وعماله تعيط عليها، وبيعرف انها ماتت، وبيقول لها ايه ده هي ماتت ازاي، وبيلاقي ان جوزها بيتكلم في التليفون وبيقول احنا مش لاقيين الجثه، وبيقول له ام البنت هو ده اللي قتلها، وبيسمعه وبيتعصب وبيقول له ده اخر انذار ليك، وبيقفل الباب في وشه، وبيروح يعمل محضر عشان يخلص ضميره، وبيقول للظابط على اللي حصل، وبيقول لها جوزها اللي خلص عليها، والظابط بتقول له كلام لوحده مش جليل، بس انا عندي فكره. وفي ثاني يوم بيروح له وهو حاطط الكاميرا في هدومه، واول ما بيفتح بيقول انا جاي اتاسف لك وهجيب لك بيتزا دي على حسابي عشان ما تزعلش مني، وبيقول له ماشي شاطر، واول ما بياكل من البيتزا يحس بدوخه، وبيقول له هو انت حاطط حاجه في البيتزا دي، وبيقول له اه، بيضربه ببطنه، وبعد شويه بيفوق وهو متكتف على الكرسي، وبيقول له اعترف انت وديتها فين، وبيقول له انا مش هسيبك على اللي انت عملته ده، وبيقول له لا انت لو فاكر انهم كلمتين وهمشي يبقى غلطان عشان لسه ليله طويله، وهو بيكلمه بيسمع صوت في الاوضه، وبيلاقي ان الاوضه دي عليها قفل، وبيبدا يشك وبيقول له هات مفتاح الاوضه، وبيزعله وبيقول له لا مالكش دعوه بالاوضه دي، بس بيقدر في الاخر انه ياخد المفتاح منه، واول بقى ما بيفتحوه بيلاقي ان البنت لسه عايشه ومربوطه على كرسي، وبيكون فعلا عايز يحرمها من الاكل عشان يموتها، وبيروح يفك البنت بسرعه، وبعد شويه بيجي البوليس ويقبض عليه، والظابط بتشكره بتقول له انت راجل ب 100 راجل ومش اي حد يقدر يعمل اللي انت عملته.